ده سؤال ممكن يجي في أي تكنيكال انترفيو، ولو معرفتش تحله ممكن تخسر الوظيفة. رتب الكود ده بسرعة، النتيجة هتكون ايه؟ عندها 5 ثواني، خد وقتك وفكر. لو معرفتش تحله ما تقلقش، لأن بعد الفيديو ده مش بس هتفهم الايفنت لوب ده، كمان هتقدر تشرحه لأي حد إنه لعب عيال. تخيل إنك دخلت كافيه زحمة، الزباين قاعدين والطلبات بتتنادى واحدة ورا التانية، ومع ذلك كل حاجة ماشية بانسيابية. الباريستا جوه المطبخ بيجهز القهوة، ولكنه مش واقف مستني كل طلب يخلص قبل ما يبدأ اللي بعده. السيستم شغال بكفاءة، مفيش تعطيل ومفيش ضغط على أي حد. دلوقتي فكر في الكود اللي بتكتبه، هل بيشتغل بنفس الكفاءة؟ هل يقدر ينفذ مهام كتيرة في نفس الوقت قبل ما يهنج أو يبطئ الابليكيشن؟ هنا بيجي دور واحدة من أقوى المفاهيم في البرمجة، الإيفنت لوب. وده سيستم بيخلي الكود بتاعك يشتغل بكفاءة، يعالج المهام بسرعة ويتعامل مع كل العمليات من غير ما الابليكيشن يهنج أو يقف. تخيل إن عندك يوم مليان مهام، شغل، دراسة، مكالمات، وردود على الإيميلات. طبيعي إنك مش هتنجز كل حاجة في نفس اللحظة، مش هتقعد مستني كل مهمة تخلص قبل ما تبدأ في اللي بعدها. بدل كده هتنظم وقتك وتحدد الأولويات وتتعامل مع المهام حسب أهميتها. نفس الفكرة دي بتطبق في البرمجة من خلال مفهوم الإيفنت لوب، اللي بيخلي التطبيق يقدر ينفذ أكتر من مهمة في نفس الوقت بدون ما يفريز أو يقف عن الاستجابة. خلينا نبسط أكتر، الكول ستاك فكر فيه كأنه مكتبك الشخصي، المكان اللي بتحط فيه الحاجات اللي لازم تتعمل فورا. مثلا لو جالك اتصال مهم هترد عليه فورا بدون تأكيد. التاسك كيو ده أشبه بصف انتظار عند مكتب الاستقبال، كل المهام اللي مش بتحتاج تنفيذ لحظي بتتحط هناك لحد ما يجي دورها، زي إنك ترد على إيميلات أو تراجع ملفات. مش شرط تعملها حالا، لكن لازم تتعامل معاها في الآخر. وهنا بيجي دور الإيفنت لوب، اللي ممكن نعتبره المدير الذكي اللي بيراقب المكتب اللي هو الكول ستاك، وصف الانتظار اللي هو التاسك كيو. وأول ما المكتب بيفضى بينقل مهمة من الصف عشان تتنفذ. بعد ما فهمنا فكرة الإيفنت لوب، خلينا نربطها بمثال عملي. تخيل معايا كافيه بيشتغل بنظام طلب واحد في كل مرة، كل زبون لازم يستنى دوره عشان ياخد طلبه. ده ممكن يخلي الخدمة بطيئة والزباين يفقدوا صبرهم. نفس الفكرة بتحصل في الابليكيشنز لو العمليات كانت بتتنفذ بالتتابع من غير نظام ذكي لإدارتها. ازاي الايفنت لوب بيحسن الأداء؟ لما بنستخدم الجافا سكريبت في المتصفح، الابليكيشن بيحتاج ان هو يتعامل مع مهام مختلفة، زي ان هو يجيب البيانات من السيرفر او يحمل الصور او يشغل عمليات في الخلفية. بدون الايفنت لوب كل عملية هتضطر تستنى اللي قبلها، وده ممكن يسبب فريز في الواجهة، وبالتالي المستخدم يحس ان الموقع بطيء او مش شغال كويس. هنا بيظهر دور الايفنت لوب كحل عبقري بيسمح بتنفيذ المهام بالتوازي من غير ما يوقف الابليكيشن، بحيث ان التطبيق بيفضل سريع ومرن. بدل ما يستنى كل مهمة تخلص، بيسمح بتنفيذ المهام الضرورية فورا وتأجيل اللي مش مستعجلة. بيمنع الفريزنج أثناء العمليات الطويلة، يعني المستخدم بيقدر يتفاعل مع الموقع حتى لو البيانات لسه بتتحمل. بيتعامل بكفاءة مع المهام المتعددة، بيوزن بين الأولويات عشان مفيش مهمة تمنع التانية عن التنفيذ. في المجمل بيحسن تجربة المستخدم. لما المستخدم يضغط على زرار، التطبيق مش لازم يستنى العمليات في الخلفية، الطلب بيتسجل وبيتنفذ بمجرد ما يكون في مساحة. وبالتالي الابليكيشنز اللي بتستخدم الايفنت لوب بتكون أسرع وأكثر قدرة على التعامل مع طلبات متعددة في نفس الوقت. الخلاصة إن الإيفنت لوب هو المحرك اللي بيخلي الأبليكيشنز الحديثة أكثر استجابة وسلاسة. خلينا نغوص أكتر في تفاصيل كيفية عمل الإيفنت لوب من خلال مثال عملي بيوضح الخطوات والأدوار المختلفة في التنفيذ. تخيل إن عندنا برنامج فيه 3 مهام مختلفة، كود بيطبع فيرست في الكونسول، كود بيستخدم set تايم اوت عشان يطبع سكند بعد 3 ثواني في الكونسول، وعندنا ايفنت كليك لو المستخدم ضغط على الزرار قبل انتهاء الوقت هيتسجل ويتنفذ بمجرد ما يكون جاهز. المرحلة الأولى، التنفيذ الفوري في الكول ستاك. أول حاجة، الكود اللي بيطبع فيرست هيتنفذ فورا لأنه موجود على الكول ستاك. ده معناه إن أي مهمة سينكرونس بيتم تنفيذها مباشرة من غير انتظار. المرحلة التانية، انتظار العمليات الغير متزامنة أو ال Asynchronous Tasks. ده بيحصل من خلال التاسك كيو والويب اي بي اي. التاسك مش هتتنفذ فورا، بل هتروح لنظام الويب اي بي ايز اللي هيمسكه مؤقتا ويبدأ العد التنازلي. وبعد 3 ثواني المهمة بتدخل في مرحلة التاسك كيو عشان تستنى دورها. المرحلة الثالثة وهي التعامل مع الايفنتس، ده بيتم من خلال التاسك كيو واليوزر ايفنتس. لو مستخدم ضغط على الزرار خلال الفترة دي اللي هي 3 ثواني، الايفنت بيتسجل في التاسك كيو زي مهمة الست تايم اوت، يعني كل الاحداث بتتحفظ لحد ما يكون عندهم فرصة للتنفيذ. الايفنت لوب بيعمل فحص للكول ستاك باستمرار، لما بيكون فاضي بياخد أول مهمة جاهزة من التاسك كيو وينفذها. مثالنا، أول حاجة هتخلص هي فيرست وهتطبع في الكونسول، ولما تعدي 3 ثواني ايفنت لوب هينقل سكند وينفذها في الكونسول دوت لوب. وأخيرا، لو المستخدم ضغط على الزرار قبل انتهاء ال3 ثواني،
الضغط هيتسجل ويتنفذ بمجرد ما الكول ستاك تكون جاهزة. يعني النتيجة إن الكونسول لوج هيطبع فيرست ثم سكند في الآخر هيطبع ثيرد. المثال ده بيورينا إن الجافا سكريبت مش سينكرونس بالكامل، لكنها منظمة بذكاء، وده اللي بيخلي الابليكيشنز أسرع. فاكر مثال الكافيه اللي حكيناه في الأول؟ ده يعتبر محاكي مثالي لشرح الايفنت لوب بطريقة سهلة. في حالة الكافيه المطبخ هيكون الكول ستاك، وده المكان اللي الشيف بيجهز فيه الطلبات فور وصولها. لو الشيف مشغول بزحمة الطلبات، الطلب الجديد لازم يستنى دوره، ولو المطبخ زحمة ممكن يحصل تأخير مؤقت في تقديم الطلبات الجديدة. الطابور هو التاسك كيو، الزباين اللي طلباتهم لسه ما اتحضرتش بيتجمعوا في الطابور، والطلبات بتتسجل هناك لحد ما يكون المطبخ جاهز لاستقبال طلب جديد. الباريستا الشاطر هو الايفنت لوب، ده الشخص اللي بيتأكد إن الطابور بيتحرك بانتظام. كل ما المطبخ يفضى بياخد الطلب الأول في الطابور ويدخله في مرحلة التنفيذ. لو الطلب بياخد وقت، الشيف بيتأكد إن الطابور ما بيقفش وكل زبون بيتم خدمته في دوره. وازاي ده مرتبط بالجافا سكريبت؟ أي كود سينكرونس زي الكونسول دوت لوج هلو، الطلبات دي بتتجه للمطبخ فورا. أي كود asynchronous زي السيت تايم اوت، دي الطلبات اللي بتتحط في الطابور لحد ما يفضل مطبخ. الايفنت لوب هو اللي بيوازن بينهم عشان مفيش طلب يقعد كتير مستني والتطبيق يفضل سريع وسلس. دلوقتي انت عندك فكرة واضحة عن ازاي الايفنت لوب بيخلي الابليكيشنز تشتغل بكفاءة، زي ما الباريستا الشاطر بيدير طلبات الكافيه بدون ما الدنيا تقف. الايفنت لوب بيخلي كودك سريع ومستجيب بدون تهديج. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك اللي بيشتغلوا في البرمجة. استنى الفيديوهات الجاية عشان نتعمق اكتر في مواضيع برمجية ممتعة. شكرا ليك ونشوفك في الفيديو الجاي.